عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل اكلة سهلة وسريعة كلنا بنحبها. هنعمل الاندومي البيتي، هنعمله زي الجاهز بالظبط. مكوناته سهلة وبسيطة. معايا هنا مكرونة اسباجيتي مسلوقة، انا قسميها 2 بس. ومعايا توابل الاندومي اللي احنا هنحضرها. معايا هنا معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من الكاري، معلقة كبيرة من الكمون، ودي معلقة كبيرة من بهارات اللحمة، ممكن تستبدليها ببهارات فراخ. ومعايا معلقة كبيرة من الثوم البودر، ومعلقة كبيرة من البصل البودر، ومعلقة كبيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة من البابريكا. دي التوابل بتاعتي. هنشوف دلوقتي هنعمل فيها ايه. احط التوابل بتاعتي كلها على بعض بالشكل ده. ادي الملح والفلفل والكمون وبهارات اللحمة والكاري، هحطهم على بعض اهو. وادي الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والكركم اهو. هقلبهم كويس، هخلط كل التوابل مع بعض. التوابل بتاعتي كلها اهو بالشكل ده. طيب انا هعمل بيها ايه؟ انا مش هستخدم طبعا الكميه دي كلها، انا هستخدم حسب الحاجه، فبحتفظ بالكميه دي في برطمان. اي وقت احب استخدمها بستخدمها. دلوقتي هروح نشوف هنعمل ايه في الميه المغليه. الميه بتاعتي بتغلي اهي. انا هجيب التوابل اللي احنا عملناها وهحط معلقه وشويه كمان كده، وهقلبهم كويس اهو. طبعا تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا عامله كميه قليله، ممكن انت تعملي كميه اقل، تعملي كميه اكتر براحتك. خلاص كده. دلوقتي هحط فيها المكرونه المسلوقه بتاعتي، تاخد غلوه بس وبعدين هطلعها على طول اهو. هخليها تاخد غلوه واحده وهطلعها على طول اهو. انا اديته غلوه واحده وطلعته من على النار على طول. ده شكل الاندومي بتاعي. ممكن طبعا تسلقي خضار وتحطيه معاه حسب ما انت عايزه. والله يا بنات طعمه زي الجاهز بالظبط. نجربوه ان شاء الله هيعجبكم. على الاقل انت ضامنه معمول ازاي وانت اللي عاملاه بايدك. يعني ما فيهوش اي مواد حافظه ولا اي حاجه مضره. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.